اولا كنشكرو هاشمي بريس على الاهتمام ديالو بالقضيه ديالنا بصفتي كمتقاعد في شركه تبغ بتطوان، كمتقاضي للشركه المغربيه للتبغ. فمرة أخرى كنشكركم على هذه الاستضافة، واللي جينا باش غادي نقولوا المشاكل ديالنا وغادي نقولوها باختصار، لأنه هو ملف كبير. حنا اليوم واحد المجموعة ديال الناس ديال مدينة تطوان اللي كانوا كيشتغلوا في شركة تبغ، وهذا المعمل اللي كنا كنشتغلوا فيه هذه الشركة هي تسدت، ماشي حنا اللي بغينا نسدوها، ولكن كان باقي عندنا السن باش نخدمو. ولكن الشركه زات بواحد الاستراتيجيه باش تقفل المعمل. فعلا تفاوضنا على ان قلنا للمسيدي لا كتشوفوا المصلحه ديال المستثمر انه باش غيسد هذا المعمل غادي يمكننا تعطيونا جميع الامتيازات ديالنا، جميع الامتيازات اللي كننتجوا بها خصكم تعطيوها لنا. فعلا وقع الحوار مع المندوبين مع العمال، تقفل هذا المعمل، ولكن تقفل بواحد الطريقه اللي في الحقيقه خصو يعرفها الجميع، ان العمال كانوا كيمارسوا الشركه كانت كتمارس علينا الترهيب. شنو هذا النوع الترهيب؟ هو على اننا غادي ننقلوكم، غادي نديوكم لمدن اخرى، غادي المهم، وهذا من حق الشركه. ولكن العمال ملي شافوا على ان الشركه غادي يسدوها فحاولنا نتحاوروا ونخرجوا رابح. قدر الله ان تسد هذا المعمل، وكانت واحد اللجنه ديال الحوار، اللجنه العليا وبالسلطات، على ان غادي تعطينا جميع الامتيازات ديالنا. في الاخر ملي خرجنا لقينا على ان الشركه داتنا واحد الربع ديال المندا، واحد 24%، وهذا بيت القصيد. هذا 24% بعد ما تحاورنا معاهم ما خرجناش للحل، اتجهنا للقضاء، وقبل منا ناس اخرين اللي اتجهوا للقضاء. وهذا الملف اللي اتجهنا به للقضاء هي هذه 20 سنه، وجميع العمال شركه تبغ وطنيا كانوا كيدعيو الشركه، ومنهم حنا الناس ديال تطوان. جا واحد القرار او تعليمات من الدوله، من الدوائر العليا، ان هذا الملف خصو يتسد. وكيفاش غيتسد؟ هو الصلح اللي جاري به العمل، يعني المستثمر ربح وحنا كمتقاعدين رابحين. مشينا معاهم اسيدي في الطرح هذا، بما ان نحافظوا على المستثمر وبما ان حتى حنا نستافدوا من داك 24% اللي داونا، يعني واحد 4 ضمانده كل عامل. جا واحد البروتوكول في الحقيقه اللي جاو شي ناس كيمثلونا ما عطيناهمش الصلاحيه، واحد اللجنه وبعض الاساتذه ما عطيناهمش حنا هاد الصلاحيه. حنا كناس تطوان مشاو ووقعوا واحد البروتوكول اللي صار عليه رئيس المحكمه الاداريه والدار البيضاء من هذا المنبر، كنشكروه على انه هو صار على هذا الملف، واللي بكل صراحه كيرجع له الفضل على ان كل مدعي ربح القضيه ديالو ابتدائيه واستئنافيه. ولكن التنفيذ هنا وقفت، وبالاخص حنا الناس ديال تطوان. حنا الناس ديال تطوان عندنا احكام، ها هي بيدنا، هي عندنا احكام ابتدائيه واستئنافيه. ومن هذا المنبر كنشكروا العداله، لان نصفتنا على وثائق اللي كتثبت على اننا عندنا الحق. ولكن كنتفاجئوا ان الدفاع ديال الشركه او الشركه كدينا النقد، وهذا هو اللي كيتنافى مع القانون. انه الصلح ملي كتبغي تصالح، هذا صلح
ما خصناش ندخلوا للمحاكم. انت ربح وانا ربح، كنوقعوا وثيقه ولكن دخلونا للمحكمه. فعلا كيف ما قلت، كنشكر رئيس المحكمه انه صرع هذه الملفات وربحنا الابتدائيه والاستئنافيه. بداو بعض الناس كتخلص مزيان، ولكن ديك الاستفاده ببطء، مع العلم على ان في البروتوكول علمت الشركه على ان كاينه 150 مليار سنتيم منزله باش تسد هذا الملف نهائيا. ولكن هادشي في 2022، حنا اليوم في 26 وباقي ما وصلوش العدد الكافي اللي باش الناس تستافد. وحنا في تطوان هنا كاين واحد الحيف، عندنا احكام ابتدائيه واستئنافيه وكيدخلونا للنقد، وهذا يتنافى. هذا غير تعطيل الوقت او المراوغه. على كل حال، واللي كيزيد طينو بالله ولا جاو ناس من مورانا، واستافدوا وخداو الشيكات ديالهم. وحنا في تطوان تقريبا واحد 110 ولا 115 ديال الناس باقي ما استفدناش، وعندنا احكام ونفذنا على الشركه في 2024 في شهر 12 لحد الساعه باقي ما استفدناش. وعندنا الاستاذ ديالنا، محامي ديالنا، يعني اللي كنتواصلوا معاه، واخيرا قلنا له شنو هذا المشكل وهذا التباطؤ اللي كاين في هذا الملف. دابا حنا كنطالبوا بحقنا. حنا ناس فينا اللي ماتت، رفعت دعوه وماتت، كاين عندنا ارامل، عندنا ايتام، عندنا الناس كتعاني المرض، خصها تستافد من ديك المقدار ديالو. كاين الناس اللي في كريديات، كاين بزاف د المشاكل. الاداره خدامه كتباطل علينا، واصل الاداره فوق القانون. حنا عندنا الثقه في العداله. نهار اللي اتجهنا للعداله حقيقه نصفتنا على حق ان كل ملف كيجوز في الجلسه وما فيهش الوثائق كامله كترفضوا. ولكن ملي كتلقى ملف كامل بالوثائق اللي طلبوا لنا، فالمحكمه كتصدر الحكم ديالها. وفعلا كما قلت لك، على ان اليوم عمال المتقاعدين والارامل والايتام ديال مدينه تطوان كيحسوا بواحد النوع ديال الحقره، ان الناس زمرهم كيستافدوا. شنو بغاو مع هاد الناس تطوان؟ رغم ان المعمل ماشي حنا اللي خرجنا طوعيا، هما اللي سدوه، هما اللي غلقوه، ما حنا كنا باغيين نخدموا. فلهذا حنا اليوم كنتوجهوا من هذا المنبر اعلى سلطه في البلاد، اعلى سلطه ديال القضاء، تدخل وتحل هذا الملف في اقرب وقت. رجاء من المسؤول الاول في المجلس الاعلى للقضاء يحل هذا المشكل، والله يجازيكم بخير. اليوم حنا كلجنه تنسيق على المتقاعدين ديال مدينه تطوان، معنا السي محسن حتى هو عنده التدخل ديالو حول هذا الملف هذا. وباش ما ننساش على ان باش نكونوا واقعين على ان الا ما بغاتش هذه الشركه انه هو تقوم بالتنفيذ، فغادي نطلبوا من الموكل ديالنا، المحامي ديالنا، انه هو يطبق المسطره. الا ما بغاوش هاد الناس يتصالحوا معنا، ان الصلح هما اللي بغاوه، الا ما بغاوش يتصالحوا معنا نطبقوا المسطره ديال الجبري. فيتفضل سي محسن عنده حتى هو ما يقول ان شاء الله. السلام عليكم. انا سميتي عاصم محسن، اطار متقاعد من شركه تبغ. فهو اللي بغيت نقول، قالوا تبارك الله سمرونا فيه الكفايه. شنو اللي غنزيد شويه هو بان زعما حرام على هذه الشركه كتلعب بهاد المتقاعدين وهاد الارامل زعما حشومه. خدمنا معهم المعقول وعملنا معهم جميع المسائل، ولكن هما مابغاوش يجيو للطريق.
والله يهديهم علينا وصافي. غير باش نزيد واحد المعلومه، هذا المستثمر ملي جا للمغرب يستثمر في شركه تيمغ، يعني جبر الشركه في المستوى، في المبيعات ديالها، كلشي ديالها، ان لقى شركه واقفه على رجلها. شكون اللي وقفها؟ هاد العمال اللي اليوم اللي كيضربوا على حقهم، بالاخص حنا في مدينه تطوان. واحد المعلومه، لاننا كنا كنسهروا يعني حتى الكونجي ديالنا ما كنكملوش، الاعياد كنخدموهم. علاش؟ باش كنا كنحاولوا اننا نوفروا كنقولوا الماده باش ما تبقاش ناقصه، الانتاج يكون موجود. كتعرف الماده ديال التبغ الا نقصت من السوق كتلقى واحد المشكل، ولكن حنا ضحينا بالنافس وكل جهد ديالنا باش اننا هاد الشركه نرفعوا لها في المستوى. اليوم هي خدامه كتكلفص علينا، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا بحقنا اللي هو في الاوراق. وكتعرفوا كل واحد شي عنده 100 مليون، شي عنده 50 مليون، شي عنده 20 مليون، حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه. المقدار ديالنا بحجاج اعترفت به ونزلته في الار سي ار، كنطالبوا بداك المقدار ديالنا، رغم على اننا تنازلنا على واحد القسط المالي. يعني في هذا الصلح تنازلنا، كاين اللي يتنازل على 50%، كاين اللي يتنازل على 40%، كاين اللي يتنازل على 30%. ورغم خدامه كتلعب بنا، الناس مرضت نفسانيا، كتلعبنا على الاعصاب ديالنا. انا كما قلت الناس كتموت، الناس محتاجه. فلهذا احنا الامل ديالنا في الله وفي القضاء ان شاء الله غادي يتدخل وينصفنا في اقرب وقت. وتحيه وعاش المغرب وعاش العدل داخل هذا الوطن الحبيب. هذه رساله اللي بعثنا الرئيس المحكمه الاداريه بالدار البيضاء يتدخل في هذا الموضوع والتباطؤ ديال التنفيذ. هذه وثيقه ديال الناس ديال تطوان اللي عندهم التنفيذ. هادو كتشوفها تنفيذ، نفذنا على الشركه هما بالتاريخ ديال التنفيذ بكل شيء. هذه واحد الوثيقه ان شاء الله غادي نبعثوها الرئيس المنتدب بالمجلس الاعلى للقضاء ان شاء الله بحول الله، ورجاؤنا في الله ان شاء الله وفيه باش يتدخل ان الصلح ما كيكونش بهذه الطريقه اللي كتعسب بين الشركه. هادو وثائق كنعطيهم لكم اللي كنراسلوا بهم الجهه المعنيه. كما قلت، عندنا الاحكام ديالنا هي صادره باسم جلاله الملك نصره الله، هو الضامن والحافظ على هذه البلاد. فاملنا كيف ما قلت في الله تعالى وتبارك وفي سيدنا ورئاسه المجلس الاعلى للقضاء.